أثار فيلم المندس الذي كشفت قناة الجزيرة النقاب عنه مؤخرا حالة من الجدل الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اجتمع كثيرون أن ما قدمه الفيلم لم يكن جديدا حول دور الجيش والشرطة والمخابرات والبلطجية وغيرهم من أجهزة الدولة العميقة في اصطناع أعمال الشغب والتعدي على المسيرات الرافضة للعسكر بكافة توجهاتها وقتل الكثير من النشطاء. كما حظي بطل الفيلم على إشادة واسعة بسبب الدور الذي قام به بجمع معلومات حول جيش البلطجية وأنصار مبارك وقيادات العسكر المشاركين في تلك المؤامرات ومحاولات الانقلاب على السلطة الشرعية والربط بين كل تلك العناصر. بينما دارت التساؤلات حول الزاوية التي تناول بها صناع الفيلم دور الرئاسة في التعامل مع تلك المعلومات ومدى الاهتمام والوعي التي كانت تتمتع بهما، وهذا ما دعا عددا من المحللين السياسيين والإعلاميين من توجهات عدة إلى توصيف المشهد والكشف عن دور الرئاسة في تلك القضية. وأجمع كثير من المحللين أن ما قدمه بطل الفيلم من معلومات أغلبها لم تكن تغفلها الرئاسة، وأن الرئيس أخبر كثيرا ممن حوله، لعل أبرزهم كان المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، بمن يقف خلف تلك المؤامرات والاعتداءات، وهذا ما أعلنه الأخير للرأي العام. في تنظيم من 300,000 بلطجي، أنا سامع هذا من الرئيس شخصيا في آخر لقاء، قال في تنظيم عملته المخابرات العامة من عدة سنوات من 300,000 بلطجي. بالإضافة إلى أن المخابرات كانت تقوم بمراقبة تحركات الرئيس وتسجيل لقاءاته، وهذا ما كشفه الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إبان أزمة إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، بالإضافة إلى مجموعة من الوقائع التي كانت الرئاسة على علم بمن يقف خلفها، مثل القبض على ضابط مخابرات بالإسكندرية يقود الهجوم على مقرات جماعة الإخوان هناك، ومحاولة الاعتداء على موكب الرئيس خلال جنازة الجنود الذين استشهدوا في رفح، ومحاولة الانقلاب العسكري الأولى والمعروفة بأحداث الاتحادية وغيرها. ورأى المحللون أن الرئيس حاول التصدي لتلك المؤامرات بعدة إجراءات بدأت بالإطاحة بقيادات المجلس العسكري وإحالة كثيرين منهم إلى التقاعد، وانتهت بالخطوة التي لم ينفذها، وهي إقالة المئات من ضباط الجيش والشرطة والقضاة، ولكن الانقلاب حال دون ذلك. وأكد عدد من المحللين أن ما كان ينقص مرسي هو الظهير الشعبي والثوري لدعم القرارات الثورية، ولعل أبرز تلك الأزمات هي إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، حيث شنت أغلب القوى السياسية حينها حربا ضروس على مرسي، رغم أنها كانت أحد أبرز مطالب ثورة يناير. هذا فضلا عن نجاح المخابرات في تشكيل تكتل سياسي يقوم بدورها، وهو ما عرف بجبهة الإنقاذ. يقوم هذا التكتل السياسي بإفقاد مرسي الظهير الشعبي من خلال اختلاق الأزمات الداخلية، وهذا ما أدى إلى تأخير كثير من القرارات الثورية التي تحتاج إلى دعم هائل في وجه الدولة العميقة. وبغض النظر عن محاولات الإطاحة بمرسي أو أي نظام ثوري، وبعيدا عن اتهامات التخوين للبعض أو ارتماء بعض القوى السياسية في أحضان العسكر قبيل انقلاب 3 يوليو وتصريحاتهم مؤخرا أنهم كانوا يعلمون أنهم يشاركون في انقلاب، وما قيل عن ضعف دور الرئاسة، بعيدا عن كل ذلك ما زال يطرح الفيلم عدة أسئلة، أهمها: ما الهدف من طرح الفيلم في هذا التوقيت؟ وهل قصدت قناة الجزيرة إظهار مرسي وأنصاره في صورة الطرف الأضعف؟ وما الهدف من ذلك؟ أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة. قال لي قصر الاتحادية متراقب.